اهلا بيكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى مختلف عن بقيه الفيديوهات اللي انا صورتها، لان النهارده انا جاي اتكلم عن لعيب بعينه. انا شايف ان هو مظلوم في الفتره الاخيره. بس طالما الفيديو وصلك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. والنهارده انا جاي اقول لك ليه سيرجيو بوسكيتس محور الارض. وخليني ابدا معاك قصه بوسكيتس من الاول خالص. هو مواليد 16 يوليو 1988، اتولد في برشلونه في اقليم كاتالونيا. بدا يلعب كوره في اكاديميه لاماسيا التابعه لنادي برشلونه. وخليني احكي لك عن بدايه بوسكيتس السيئه نسبيا مع نادي برشلونه والمنتخب بتاعه الاسباني. اول ماتش لبوسكيتس مع برشلونه كان بتاريخ 14 سبتمبر 2008، واللي ساعتها برشلونه كان بيلعب ستاندر الاسباني وتعادل معاه 1-1. اما عن بدايته مع المنتخب فهو اول ماتش لعبه كان بتاريخ 11 اكتوبر 2008 مع منتخب الشباب ضد سويسرا، واللي ساعتها اسبانيا بتخسر بهدفين مقابل هدف، واللي ساعتها بوسكيتس هو اللي بيدخل الجول بتاع اسبانيا. وخليني انا دلوقتي اقول لك وجهة نظري في سيرجيو بوسكيتس. سيرجيو بوسكيتس غير تفكيرنا تماما عن اللاعب رقم 6 اللي بيلعب في نص الملعب. ليه؟ لان اللاعب رقم 6 معروف عنه في الكورة ان هو قوي جسمانيا، قصير نسبيا، والتحاماته كتير، ودايما بياخد كروت صفراء. ولكن سيرجيو بوسكيتس غير لنا المفهوم ده تماما، لان سيرجيو بوسكيتس لعيب رفيع وطويل بيمتاز بالمهارة او الحرفنة كحل اول. وزي ما قلت لك اللاعب اصلا رقم 6 مش مطالب منه الحرفنة، هو غالبا مش بيبقى حريف اصلا، لكن سيرجيو بوسكيتس كان حريف. وخليني دلوقتي هجيب لك شوية لقطات، وبناء على اللقطات دي احنا هنعرف ازاي سيرجيو بوسكيتس لاعب 6 محوري وكويس جدا. يعني اللقطه دي في ماتش اتلتيك بلباو، وهتلاقي ان سيرج بوسكيتس معاه الكوره وقدامه حلين، يا يدي الكوره لماسكرانو اللي قدامه يا يدي الكوره لسيرجيو روبرتو. بس هنكتشف ان سيرج بوسكيتس اكتشف حل ثالث تماما، وان هو رقص الراجل اللي داخل عليه بظهره وهيدي الكوره لانيستا. بالتالي انيستا هيديله الكوره، فالملعب هيبقى مفتوح قدامه ويقدر يجري في المساحه. اللقطه الثانيه هتلاقي ان بوسكيتس معاه الكوره وقدامه حل ان هو يلعب للسنتر باك اللي مش باين في الكادر، لكن هنشوف بوسكيتس هيعمل ايه. هتلاقي بوسكيتس بيرقص وبيعدي وبيفتح مساحه لنفسه. الماتش الثالث هيبقى ضد سيلتا فيجو، وهتلاقي ان بوسكيتس عنده اختيار واحد بس ان هو يلعب لميسي، لكن بوسكيتس هيعمل حاجه تاني كالعاده، هيرقص الراجل اللي داخل عليه وهيلعب الكوره بحرفنه لميسي. وبكده هو خد اتنين معاه، وبمسافه ما الكوره هتوصل لميسي ميسي هيبقى قدامه مساحه يخترق بيها ال 18. اللقطة الأخيرة اللي معايا هي ضد اسبانيول، وهتلاقيه هو عنده حل إن هو يلعب ليومتيتي السنتر باك، لكن هتلاقيه هيرقص اللاعب اللي داخل عليه بحرفنة جدا بظهره، فبالتالي هيجري ويبقى قدامه مساحة. وزي ما شايفين في الكادر هو ضرب 4 لعيبة. ولو هنتكلم عن بوسكيتس فلازم تكون شايف في الخلفية ورا وهو العبقري بيب جوارديولا، اللي خد قرار في أول موسم ليه مع برشلونة، اللي ساعتها كان جوارديولا مش بنفس الشهرة اللي احنا بيها دلوقتي. وساعتها بيب جوارديولا بيطلع سيرجيو بوسكيتس وبيركن ريايا توري. الكلام ما وقفش عند جوارديولا بس، لا ده كمان لويس انريكي في كاس العالم فيفا قطر 2022 اما الصحافه هجمته ان خد بوسكيتس وما خدش تياجو الكانتارا، وقال لهم في المؤتمر الصحفي احنا لو عايزين نفرض سيطرتنا على الماتش ونلعب باسلوبنا في ملعب الخصم، لا وكمان لو عايزين استحواذ ونضغط على الكوره اول ما نخسرها، فده ملوش غير حل واحد بس وهو سيرجيو بوسكيتس. ويكفي كلام الاساطير عليه فرانك لامبرد، ستيفن جيرارد، فيرناند بعد ماتش تشيلسي اللي في دور ال 16 2018. جيرارد قال انا لعبت ضده وكنت بضغط على كل اللعيبه، انما الكره بتيجي لسيرجيو بوسكيتس كان الامر بيبقى محبط، عشان كده ما كنتش بقدر اقرب منه، ومش هتعرف تضغط عليه 90 دقيقه عشان طاقتك هتخلص. وصف اللعب ضده بشبه بالكابوس. وقال كمان انك ما تقدرش تاخد الكرة منه ولا حتى تقدر تقرب منه، لانك لو سبت مكانك وضغطت عليه هو هيرقصك ويعدي منك، وبكده مكانك هيبقى فاضي. وقال عليه كمان فرانك لامبرت وفيرناند ان انت لما بتشوفه بيلعب بتلاقيه دايما بيبص من فوق كتفه اليمين وكتفه الشمال، اكنه بياخد صورة لكل اللي بيحصل حواليه، فبالتالي اول ما الكورة بتوصل له هو قادر انه يلعب الكورة من لمسة واحدة بالكتير قوي لمستين. وبالمناسبة دي عدد اللمسات اللي لمسها في الماتش ده، وهي 152 لمسة، واللمسات الصحيحة كانوا 148. وبالمناسبة دي الخريطة الحرارية لآخر ماتش لعبه مع برشلونة ضد ريال بيتيس، الماتش اللي خلص 2-1 لبرشلونة في ملعب بيتيس. انت بتتكلم في دقة تمرير صحيحة 94%، اللونج باص عنده الصحيح 88%، لمس الكورة 120 لمسة. واخيرا لو هنتكلم عن بطولات محور الارض هنكتشف ان هو خد 8 دوري اسباني، 7 كأس ملك اسبانيا، 7 سوبر اسباني، 3 دوري ابطال اوروبا، 3 سوبر اوروبي، 3 كأس عالم للأندية. اما المنتخب
حدث ولا حرج، خد كاس العالم 2010 واليورو 2012. بس كده، ده كل كلامي عن محور الارض سيرجيو بوسكيتس. ما تنساش قبل الفيديو ما يخلص تنزل تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات الحلقة عجبتك ولا لا. شكرا.